السلام عليكم. استكمالا لفيديوهات شهر رمضان ان شاء الله هنعمل الفول المدمس في البيت. الفول المدمس لما بنيجي نعمله في البيت بيقابلنا ثلاث مشاكل: ان الجلده الخارجيه بتاعته مبتبقاش مستويه، تاني حاجه لونه بيسمر، تالت حاجه اللي هو طعمه اصلا ما بيبقاش زي بتاع بره، بيبقى طعمه ما بيبقاش طعمه حلو زي بتاع بره. ان شاء الله هنعالج الثلاث مشاكل دول في الفيديو ده. وانا اول حاجه المقادير اللي معايا هي نص كيلو من الفول. بتجيبيه وتنقيه كويس جدا من الحصى، وبيبقى فيه ساعات واحده تكون فاضيه. وبعد كده معايا 5 معالق كبار من الفول المدشوش، و5 معالق كبار من العدس الاصفر. ممكن تستبدل العدس الاصفر بالرز العادي المصري او الغله او القمح يعني. في ناس بتحط من ضمن المقادير معلقه كبيره من الكركم وجزرايه مبشوره وطماطمايه، بس انا شايفه ان الكركم بيغير في طعم الفول، اللي هو حطي معلقه صغيره. زيادة عن كده ما تحطيش. بنجيب مية كده، بتملي الفوالة بس مش بتمليها للآخر عشان ما يفرش مننا الفول لما يجي يغلي، وبتغلي المية فيها كويس جدا. وبعد كده بتحط المقادير اللي معانا في المية زي ما انتوا شايفين حضراتكم. على جنب الفوالة بنبقى معانا مية بليمون، بس تكون المية دافية او سخنة. بنزود بيها الفوالة كل ما المية اللي في الفوالة بتقل. ما تزوديش مية ساقعة، لا، يكون مية سخنة على ليمون عشان الفول معاكي ما يسمرش. وما تفتحيش على الفول كتير، يعني مثلا كل ساعة او كل نص ساعة بالكتير. لما تفتحي عليه، وما تفتحيش عليه في اول ساعة، يعني أول ساعة ما تفتحيش عليه. بعد أول ساعة كل نص ساعة بتفتحي، أو كل ساعة بفتحي. هو عامة بياخد 4 ساعات على نار هادية جدا. بتحطيه بقى بعد ما بيغلي كده على نار هادية شمعة. ونصيحة ليكي ما تحطيش الشياطة بتاعت الرز تحت قدرة الفول، لأنها هتسمر الفول. ده كل اللي يخص الفول المدمس بمنتهى السلاسة ومنتهى البساطة. أول حاجة اللي انت ما تنقعيش الفول، لان القشره الخارجيه بتاعته بتبقى بتنشف جدا لو ما بتستويش بسهوله لما بتنقعيه. تاني حاجه ما تحطيش كركم كتير، لو هتحطي حطي معلقه صغيره، لان الكركم بيغير في طعم الفول. والميه بتاعه الفول تبقى مغليه، وما تزوديش الفول ميه ساقعه.